أهلا ومرحبا بجميع المتتبعين. قبل التكلم عن إسقاط شرط طالب عمل لأول مرة، اسمعوا معنا النواب وش هدر في البرلمان. مشكور. عادني منحة البطالة. عندي واحدة من العائلة، امرأة عندها 2 أولاد، واحد ماستر واحد ليسونس تخرجوا 2016، واحد خدام ينوض على 7 نهار في رستورون، نهار في قهوة، نهار في مرمى، نهار كذا. مرة خدم 20 يوم في رستورون سيرا وفي لاسيرونس محروم من منحة، والاخر ينوض على 11 تاع الصباح. مبروك عليه. هذه هي المفهوم نتاعها. شوف كاش تسخها عندك سيدي الوزير. شكرا لنائب تاع البرلمان اللي تكلم يعني كلام معقول، ما عندنا ما نزيدو ما نقصو، لكن ما عليكم غير تسمعوا وتوقفوا معنا اللي راكم مقصيين من منحة البطالة بسبب شرط طالب عمل لأول مرة. يسعد صباحكم ومساءكم أعزائي المشاهدين والمستمعين لتطور الأحداث فيما يتعلق بمنحة البطالة وشروطها المجحفة في حق المواطنين البطالين. فمنهم شباب ذو مستوى تعليمي ولهم شهادات تأهيلية تعطيهم الأولوية في التوظيف أكثر من غيرهم، ولهم الحق في الاستفادة من منحة البطالة، أولا لأنهم جزائريون، وثانيا لأنهم مثقفون، وثالثا لأنهم لهم الكفاءة المهنية سابقا. فالخبرة العملية في الميدان أهم من كل الذين يتكونون الآن. فلماذا يا سيد الوزير يوسف شرفة وهو وزير العمل والتشغيل حددت شرط طالب عمل لأول مرة لإقصاء آلاف البطالين الذين استفادوا من تأمين مؤقت حرمهم من منحة البطالة ومن فرصة إيجاد العمل لهم؟ فنحن نطالب بإسقاط شرط طالب عمل لأول مرة، ولن نرضى بالتهميش ولا بالتضليل. وشكرا. وهذا كلام تاع خوتنا وخياتنا اللي راهم مقصيين بسبب التأمين المؤقت. نقولكم بإذن الله ما نسكتوش على هذا الموضوع، رغم أن الوزير قال أن الشروط صعيب باش تغير، لكن بعد المحاولات وبعد يعني المراسلات التي يتم إيصالها للوزير، أتمنى من الرئيس عبد المجيد تبون الإنصاف وإنصاف هذه الفئة المقصية بسبب شرط طالب عمل لأول مرة. سلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.